بحياته؟ من هو الذي يستبيح دماء من كنا نعتقد أنهم أيضا أو نحن نعتقد أنهم أخوة في الوطن، ولكن تم استباحة دمائهم لأجل أن تعلو كلمة مرسي وجماعته وأنصاره؟ يا مرسي، لقد سمعت بأذنيك أو أخبرك أحد أحبابك وأهلك وعشيرتك بما قام به عصام العريان عبر تويتر أو عبر قناتكم مصر 25 عندما دعا الجموع بالعشرات الآلاف للذهاب إلى قصر الاتحادية لحماية الشرعية، وكما وصفهم عصام العريان فهؤلاء هم الثورة المضادة وهؤلاء هم من يريدون إسقاط الشرعية؟ ده كلام عصام العريان. وصفهم بأنهم بلطجية، ده كلام عصام العريان. محمود غزلان الذي دعا جماعة الإخوان المسلمين للذهاب إلى قصر الاتحادية والذي صرح بأنه يستطيع أن يأمرهم بالانسحاب. إذن فكل هذا بإمرة جماعة الإخوان المجرمين المسلحين. عرفنا النهاردة يا بلتاجي إيه هو سر الكلمة بتاعت نزل العيال من فوق العمارات يا بلتاجي. عرفنا النهاردة يا بلتاجي إيه هو سر الفيديو للمحامي اللي كان من طنطا واللي تعذب داخل أحد شركات السياحة حتى يدلي بما لا يعلم. عرفنا النهاردة يا بلتاجي من أنتم فعلا. عرفنا النهاردة يا بلتاجي مين اللي فتح السجون اللي خرج منها أعضاء جماعتكم جماعة الإخوان المجرمين المسلحين. النهاردة عرفنا أنهي سجون بالتحديد اللي تم فتحها اللي كان فيها إخوان مسلمين واللي كان فيها حركة حماس أو مسجونين من حركة حماس ومسجونين من حزب الله. عرفنا النهاردة إزاي القياديين اللي كانوا موجودين داخل هذه السجون خرجوا إلى فلسطين في خلال 5 ساعات. عرفنا النهاردة ازاي بعناية وانا ماشي وانا رايح ناحية الاتحادية وشايف قدامي على امتداد رمسيس عربيات ميكروباص 28 راكب وعربيات ميكروباص تانية اللي هي 11 و14 راكب وهي محملة بأنصاركم وبمؤيديكم من البلطجية وهم يحملون الأسلحة البيضاء والشوم باتجاه محيط الاتحادية. عرفنا النهاردة يا بلتاجي ويا عريان ويا مرسي ويا غزلان ويا سبيعي الناس اللي كانت رايحة علشان تطوق المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية والميكروباصات اللي كانت بتركن في الشوارع الجانبية في محيط قصر البارون وفندق البارون هناك وكانت بتنزل العيال بتوعكم علشان يضربوا مصريين وطنيين أحرار. بعناية وعند تحديدا محل مندرين كويدر ومكتبة الشروق والناس بتاعتكم وهي بتتلف في نص دايرة على مواطنين رجالة وستات ماشيين في الشارع وهم بيكبروا الله أكبر الله أكبر اجمع الحسنات وبيحدفوهم بالطوب وتم اطلاق عليهم الخرطوش. عرفنا النهارده بعينينا وهم شايلين البنادق الخرطوش بنادق خرطوش وصناعه تركي تحديدا مش الصناعه البلدي اللي تحت السلم يعني متهربه لكم وجايه لكم انتوا تحديدا وهي عماله بتطلق الرصاص او بالاصح بتطلق الخرطوشات الحيه في وشوش وفي وجوه المتظاهرين. عرفنا الحقيقه يعني ايه صحفي ومصور مصري يطلق عليه الرصاص في جبهته. عرفنا الحقيقة ومن خلال بعض التغريدات الخاصة بولد اسمه عبد الرحمن عز. هذه التغريدات كانت على تويتر امبارح في حدود الساعة 10 تقريبا. أقراها على حضراتكم واحدة واحدة علشان تعرفوا تحديدا ايه اللي حصل. استأذنكم معايا للحظات أقرأ لكم هذه التغريدات الخاصة بهذا الولد عبد الرحمن عز والذي لن أهدأ أنا شخصيا حتى يوضع هذا الولد خلف القضبان نتيجة تحريضه المباشر والواضح. كتب عبد الرحمن عز: أيوة النهاردة قرصة ودن. كتب عبد الرحمن عز: العصر عند القصر تأديب. كتب عبد الرحمن عز: هو الحق يحشد أجناده، موعدنا العصر أمام القصر، هاشتاج إبادة الفلول. كتب عبد الرحمن عز: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صدق الله العظيم. هذا هو ما كتبه هذا الولد عبد الرحمن عز. ألا يعتبر هذا تحريضا بل وموجها بل وتنظيما؟ شوهد هذا الولد في محيط قصر الاتحادية وهو يشير على النشطاء ممن تم ضربهم زي نوارة نجم وممن تم إصابتهم في الوجه زي أحمد دومة وغيرهم كتير. السؤال: هل سوف يتقدم أو هل سوف يتم ضبط وإحضار 1 عبد الرحمن عز، 2 محمود غزلان، 3 عصام العريان، 4 وطبقا لشهادة إبراهيم الهضيبي والذي صرح في كل الشبكات والوكالات الإخبارية وفي كل المواقع أنه عندما اتصل بالمرشد الحالي مرشد جماعة الإخوان المرشد السابق لجماعة الإخوان المجرمين وقال له
مش احنا اللي طلعنا هذا القرار، ولكن اللي عمل هذا القرار واللي دعا للحشد واللي ودى هناك الشبان هو خيرت الشاطر. أدعو لضبط وإحضار خيرت الشاطر، عصام العريان، محمود غزلان، محمد البلتاجي، أحمد سبيعي، عبد الرحمن عز، محمد مرسي العياط. محمد مرسي العياط عضو هذه الجماعة وكان رئيسا لحزبها أو قل ذراعها السياسي، بل صار شريكا في ذراعها العسكري عندما سكت ولو حتى بصمت عاجز. حسني مبارك تم الحكم عليه ب25 سنة لأنه لم يصدر أي قرارات أو يتخذ أي خطوات تحول دون قتل المتظاهرين أو قتل المواطنين. ألا تحق هذه العقوبة على هذا الرجل محمد مرسي العياط، والذي أراه وأتحمل المسؤولية كاملة وحدي أنه فاقد لشرعيته ولا يصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية، وأنه يتوجب ضبطه وإحضاره والتحقيق معه فورا. شهادة حق. يعلم ربنا سبحانه وتعالى ان انا زي غيري كنت هناك، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ان انا شفت بعينيا، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ان ما اقوله هو حق وبضمير وامام الله سبحانه وتعالى. شهادة اسأل عليها يوم الدين، وشهادة اسأل عليها ان ارادت جهات التحقيق امام جهات التحقيق العادلة. فلتتقدموا فورا باستصدار هذه التصاريح الخاصة بضبط وإحضار السابق ذكرهم. فطوعت له نفسه قتل أخيه. يعني هذه الآية أتمنى أن يذكرها الكل، أتمنى أن يذكرها ويعيها جيدا ويعلم أن من طالب بتطبيق شرع الله سالت على يديه دم المصريين في شهر حرام. الخير لسه في وليه مكان بينا، لكن نتمنى ان هو يروح لقصر الاتحادية، يروح للرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية. مفيش رئيس لجمهورية مصر العربية، ده فقد الشرعية. هذا الرئيس الذي استفتي عليه، خير الشعب المصري ما بين حكم لرئيس مبارك سالت على يديه دماء المصريين أو صمت عن إراقة دم المصريين، فاختار رئيس لم تلوث يداه بدماء المصريين. استفتي عليه فاختار